الكلاسيكو أكتر ماتش الناس بتتفرج عليه بعد نهائي كأس العالم، والماتش اللي قدم لنا لقطات تاريخية كتيرة جدا، من أول هروب جاريث بيل في السوبر لرفعة ميسي الأيقونية للتيشيرت في البرنابيو. باختصار كده مفيش ماتش كلاسيكو بيبقى ممل، حتى في الأوقات اللي أي فريق فيهم بيمر بفترة صعبة بتحس إن الماتش ده دايما ليه ظروف خاصة، واللعيبة بتكون بتلعب أكنه نهائي صغير مش مجرد ماتش. وأي نعم إن الكلاسيكو ما يعتبرش ديربي بالمعنى الحرفي للكلمة، بس الماتش ده في كل المعايير اللي تخليه يعامل على انه كده. بس ايه اللي يخلي فرقتين المسافه بينهم اكتر من 600 كيلو يتولد ما بينهم عداوه كبيره قوي كده؟ اجابه السؤال ده ليها جزئين كبار. جزء كلنا عارفينه واللي هو قرب المنافسه ما بينهم. مدريد وبرشلونه هم اكتر اتنين محققين القاب في اسبانيا بفرق شاسع عن اي فريق تاني. عندك مثلا في اخر 40 سنه في الدوري الاسباني مفيش غير 6 مرات بس فريق غيرهم كسب اللقب، وهم الفرقتين الوحيدين في اسبانيا اللي قدروا يكسبوا دوري ابطال اوروبا قبل كده. فمن الاخر كده مفيش فريق اسباني بينافس برشلونه اكتر من مدريد، ومفيش فريق اسباني بينافس مدريد اكتر من برشلونه. ففي الفيديو ده انا مش هتكلم عن النقطه دي، انا هرجع بالزمن للاول خالص ونشوف ازاي الكلاسيكو من البدايه كان اكتر من مجرد ماتش كوره ما بين ناديين في اسبانيا. تعال نشوف بدايه كل نادي. ريال مدريد بدأ لما مجموعة من طلاب إنجليز في مدريد حبوا يعملوا فريق كورة، وده كان أول فريق كورة في العاصمة، واتسمى سوسيداد سكاي فوتبول لمدة 3 سنين. بعدها الفريق ده اتقسم اتنين، نويفا سوسيداد دي فوتبول ومدريد فوتبول كلوب، اللي كمل بالاسم ده لحد 1920 لما الملك ألفونسو اداله اللقب الملكي وبقى اسمه ريال مدريد بتاع النهارده. أول رئيس لنادي كان جوليان بالاسيوس، والفريق بقى معترف بيه رسميا في اسبانيا في 1902. وساعتها رئيس بلباو ورئيس مدريد قرروا ينظموا بطولة اسمها كوبا دي لا كوروناسيون أو كأس التتويج، احتفالا بملك اسبانيا ألفونسو 13. ودي البطولة اللي كانت بداية لفكرة كوبا ديل ري اللي نعرفها دلوقتي. وهناك حصل أول كلاسيكو في التاريخ، مدريد ضد برشلونة يوم 13 مايو 1902. بس قبل ما نعرف حصل ايه في الماتش ده، تعال نشوف برشلونة ازاي اتأسست من الأول. في البداية لازم تعرف إن منطقة كاتالونيا كانت على طول ليها هوية خاصة بيها بعيدا عن أسبانيا، حتى في أواخر القرن ال15 لما انضمت للحكم الأسباني تحت الملك فرديناند احتفظت بلغتها وثقافتها، ولحد دلوقتي بيطالبوا بالاستقلال عن أسبانيا. فخلي الملحوظة دي معاك عشان مهمة جدا في القصة. في 22/10/1899 السويسري هانز جامبر حط اعلان انه حابب يعمل فريق وينظم ماتشات في برشلونه، وبعدها بشهر قدر يجمع 11 لاعب ويأسسوا فريق سموه فوتبول كلوب برشلونه. ومن ال 11 لاعب دول كان والتر وايت اللي بقى اول رئيس للنادي. وقدروا يحققوا أول لقب ليهم في 1902 لما كسبوا كوبا ماكايا، واللي كانت بطولة للأندية الكتالونية، وكسبوها باكتساح. أنا هنا بتكلم على ماتشات كانت بتخلص بال15 و12 و9-0. بعد ما كسبوا البطولة دي شاركوا في كأس التتويج اللي كنا بنتكلم عنه من شوية، وهناك حصل أول كلاسيكو. الماتش اتلعب في مدريد في نص النهائي وخلص 3-1 لبرشلونة اللي وصلت النهائي، وخسرته 2-1 ضد بسكايا. الفرقتين واجهوا بعض كذا مرة بعد كده، ده يكسب شوية وده يكسب شوية، بس الماتشات كانت لسه تعتبر ماتشات من بين أي ناديين عادي. والموضوع فضل كده لحد الحرب الأهلية في أسبانيا اللي غيرت الموضوع ده خالص. باختصار كده الحرب الأهلية كانت بين الناس اللي عايزين يحتفظوا بالنظام الجمهوري، ودول كان منهم الأقليات زي كاتالونيا والباسك، وناس تانية اللي كانت تبع الجنرال فرانسيسكو فرانكو اللي كان عايز يوقع الحكومة ويعمل دولة قوية بنظام قومي زي موسوليني في إيطاليا. الحرب بدأت في 1936 وقعدت 3 سنين، وفي يناير 1939 برشلونة طلع تحت حكم فرانكو، وبعدها بكام شهر نفس الكلام في مدريد لحد ما فرانكو استولى على اسبانيا كلها وبقى الحاكم. طب ايه علاقه الموضوع ده بالكلاسيكو؟ ببساطه كده فرانكو كان ديكتاتور قومي، وكان شايف ان مدريد هو الفريق اللي هيقدر يمثل اسبانيا ويعكس قوتها قدام العالم، على عكس برشلونه اللي كانوا معتزين بثقافتهم الكتالونيه، وده كان ضد مبادئ فرانكو اللي كان عايز يحقق القوميه الاسبانيه. وبسبب كده كان بيمحي اي حاجه ليها علاقه بالثقافه بتاعتهم، من اول منع كتبهم وقوانينهم لدرجه ان لو واحد اتسمع بيتكلم بلغتهم كان بيتعاقب وممكن يتحبس. فرانكو ما كانش بيشجع مدريد وبيكره برشلونه، الموضوع كله انه كان عايز اسبانيا تبقى بلد قوميه موحده، واقليم كاتالونيا والباسك كانوا عائق في الموضوع ده. فالموضوع كله كان مصلحه شخصيه مش انحيازات كرويه. بس بالنسبه للكتالان انت قدامك حاكم بيقمع هويتك، بيعاقب شعبك، وبيحاول يخليك بدون ثقافه خاصه بيك، وفوق كل ده شايفه متحيز نسبيا لفريق في العاصمه. دي كان بداية شرارة الكراهية لمدريد من برشلونة. بس اللي فعلا ولع النار في الموضوع كان في نص نهائي كوبا ديل جنراليزمو في 1943. الماتش الأول في برشلونة خلص 3-0، وفي ماتش العودة مدريد عمل ريمونتادا ما حصلتش في تاريخ أي كلاسيكو بعد كده، مش 5 ولا 6. الريال كسب الماتش ده 11-1، والماتش ده كان سبب جدال كبير قوي لحد دلوقتي. في ناس بتقول ان مدير الامن بتاع فرانكو اتقابل مع برشلونة قبل الماتش وقال لهم ان ما ينسوش ازاي فرانكو لسه سايبهم يلعبوا كوره لحد دلوقتي، ويفكرهم ان عليهم واجب للحاكم. من الاخر كده تهديد بشكل مش مباشر. واي نعم ان مفيش دليل قاطع على الكلام ده، بس الكل عارف فرانكو كان ضد كاتالونيا قد ايه، وصعب جدا فريق كسبان 3-0 يخسر 11-1 في تاني ماتش. الموضوع لحد دلوقتي فيه جدل كتير جدا.
جماهير البارسا شايفين ان الفريق اتهدد، وجماهير الريال شايفين ان لا، ما كانش فيه تهديد، والقصه دي لحد دلوقتي ملهاش دليل مثبت. فانا هسيب لكم انتوا رايي في الموضوع ده. العداوه ما بين الفرقتين سخنت اكتر لما دي ستيفانو راح الريال بعد ما كانت برشلونه بتحاول تتعاقد معاه، وبالفعل لعب معاه ماتش ودي، بس بسبب خلاف ما بين ريفر بليت وميلوناريس الموضوع باظ. باختصار كده، دي ستيفانو كان بيلعب مع ريفر بليت في الارجنتين، وفي 1949 حصل اضراب من اللعيبه والدوري توقف، وفي نفس الوقت ده بس في كولومبيا الدوري الكولومبي انفصل عن الفيفا وبقى بيتعاقد مع لعيبه من غير مصاريف انتقال او قيود من اتحاد الكوره، وبالفعل مليوناريس الكولومبي يتعاقد مع دي ستيفانو بدون موافقه من الفيفا ويلعب معاهم هناك، لحد ما في 1951 الفيفا اتدخلت وقالت ان اي حد اتنقل في الفتره دي لازم يرجع ناديه الاصلي قبل 1954. بس ساعتها برشلونه كانت عينها عليه، فراحت تتكلم مع ريفر بليت انها عايزه تتعاقد مع دي ستيفانو، بس ميلوناريس شافت ان ليها حق تطلب فلوس برضه عشان اللاعب كان بيلعب عندها، بس برشلونه رفضت المبلغ اللي كانوا عايزينه. وعلى الصعيد الاخر ريال مدريد كان برضه عايز دي ستيفانو، بس هم راحوا اتكلموا ميلوناريس على طول مش ريفر بليت، وهنا حصلت المشكله. مدريد بتقول دي ستيفانو بيلعب مع ميلوناريس ومعاه عقد هناك وهم اللي قرروا، وبرشلونه قالت لا، العقد ده كان بدون علم الفيفا وهو لسه تبع ريفر بليت وراجع لهم خلاص. والخلافات دي فضلت موجوده لحد ما اتحاد الكره الاسباني اتدخل ولا خلاص انتوا تقسموا العقد بتاعه عليكم انتوا الاثنين 4 سنين، يلعب سنتين مع مدريد وسنتين مع برشلونه. القرار اللي رئيس برشلونه ساعتها انريك مارتي شاف انه مش عمل غبي وقرر يستقيل، وبعد ما مشي مجلس اداره برشلونه قرر يبيع حقوق دي ستيفانو لمدريد وبقى رسميا لاعب هناك، وفي اول كلاسيكو ليه في الدوري يكسب 5-0 ويسجل هدفين في مرمى برشلونه، ومن ساعتها كل فريق للتاني وصل لاعلى مستواه، والكلاسيكو ابتدى ياخد شكل ديربي ما بين فرقتين جنب بعض بالظبط. ممكن معظم الناس دلوقتي ما يفرقش مع القصص دي او ما تعرفهاش اصلا، وكرههم للنادي التاني حاجه طبيعيه بتيجي بمجرد تشجيعهم لحد من الطرفين، بس اللي ما فيش اختلاف عليه هو ان مهما انت بدات تشجع في انهي فتره هتلاقي سبب يخليك كده. حتى جيلنا اللي ملحقش المشاكل بتاعت زمان حضر عصر الجلاكتيكوس واللي باريس قدر يعمله مع فيجو ويجيبوا مدريد، وبعدها سيطرة جوارديولا على الدوري وتحقيق 14 لقب منهم 3 دوري و2 ابطال في 4 سنين بس، وبعدها سيطرة مدريد على اوروبا وتحقيقهم 4 تشامبيونز ليج في 5 سنين، غير طبعا ال9 سنين بتوع رونالدو وميسي اللي الكلاسيكو فيهم اتحول لتحدي شخصي بين الاثنين. حتى في فلسفة كل نادي، برشلونة بتعتمد على الأكاديمية الخاصة بيها على إنها تطلع جيل ورا جيل من المواهب اللي بتلعب للنادي، على عكس ريال مدريد اللي بيعتمد أكتر على النجوم الكبار والصفقات الكبيرة. دي كانت قصة بداية الكلاسيكو بشكل مختصر، واللي بتوري قد إيه الناديين دول ليهم تاريخ كبير جدا مع بعض، ومهما كنت بتشجع مين فيهم ده ما يمنعش إنك تقدر جودة الفرقتين دول وكمية البطولات واللعيبة اللي طلعوا واتطوروا هناك. اكتب لي في الكومنتات انت بتشجع مين وايه رايك في كلاسيكو دلوقتي، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، وممكن لو بتحب القصص دي تتفرج على الفيديو ده اللي بيوريك ازاي ميلان كان فريق واحد في الاول واتقسم لاتنين، او الفيديو ده اللي بيشوف ازاي منتخب البرازيل اتحول من احسن منتخب في العالم لوضعه صعب دلوقتي. اشوفكم الاسبوع الجاي.